سلام الله عليكم يا سيادي. كيف جرات العادة في هذه القناة الخاصة بالقصص والحجايات زمان والحكايات الشعبية التراثية المغربية. في هاد السويعة غادي نغوصو في بحر الحكايات اللي كبرنا عليها واللي كتحمل في طياتها حكم وعبر من زمان وزمان، ونعيشوا جميع اللحظات ديال التشويق ونسترجعوا ذكريات الطفولة ونتفكروا ايام زمان مع شخصياتنا المغربية الأصيلة في حكاياتنا اللي كترجع بينا لزمن جدودنا وحكاياتهم الزوينة. كان يا ما كان في قديم الزمان كان الخير في كل مكان، كانت الريشة تقهر الميزان وكان العمى يتخطى الصور والحيطان، كان الشيخ يقطع الودان والعرسة كانت تغدي القبيلة وتزيد الجيران. كان حتى كان وفي دوار بعيد ما كان عنده عنوان، عاشت غلالة في أسرة فقيرة، الأم مريضة مسكينة والأب فقير معدوم والخوت صغار مساكن، إلا فطروا ما يتغداو وإلا تغداو ما يتعشاو. باختصار الفقر كان خوهم مصاحبهم بالليل والنهار، وغلالة كانت زينة، لا الفقر خلاها غبينة ولا الجوع خلاها حزينة. الشعر كي الليل كحل وطويل والعينين عسل مصفي والروح خفيفة ولطيفة، وبنات الدوار كلهم على زينها حاسدينها، والحاسد كيطيح في شر فعالو. واحد العام حمل الواد وهاج على الدوار وهلك الزرع والبهيمة، وما بقى في دار غلالة ما ياكل لا الصغير ولا الكبير. ماتت الأم المريضة وزاد الحزن على الفقر، والضحكة هجرت الدار وحلات محلها الدمعة والمرار. هنا الأب قرر يتزوج ويجيب أم جديدة للدار، لكن هاد المرة ما حسنش الاختيار. عوض ما تكون هاد المرة الجديدة أم حنينة على الوليدات الصغار، كانت مرة الأب قاسية ما تسكن قلبها رحمة ولا شفقة. كانت غلالة أكتر نصيب من قسوتها اللي حسد عملها البصيرة، الشغل الكتير هي تديرو والحطب هي تجيبو والما تسقيه، وكل هذا باش يدبل زينها ويضعف عودها. لكن غلالة يوم بعد يوم يزيد زينها ويزين عودها، ومع الايام ما بقات بيد قاسية القلب حيلة غير شي مرضى او قتيلة. وفي يوم كتير البرد والشتا فيه رسلت غلالة للغابة تحطب وتبعتها قاسية القلب. ايوا ملي غلالة توسطت الغابة طاحت عليها الضبابة. قاسية القلب لقاتها فرصة، جات من وراها ورماتها بحجرة للراس وبالزربة حفرت ليها القبر ودفناتها. طارت بالفرحة، لا الغاشي شاف الحفرة ولا شاهد شاف مجرى، ونسات قاسية القلب أن الله أعظم شاهد. فاقت غلالة ولقات قدامها وجه قبيح، صاحت وصرخت، لكن مول الوجه القبيح ابتسم وقال: لا تخافي يا غلالة، انت ماشي في قبرك الصغير وانا ماشي منكر ولا ناكر. شفت اش دارت ليك قاسية القلب، وتسنيت حتى خوات الغابة وطلعت الضبابة وجبتك لعندي، وهنا عليك الامان. شافت فيه غلالة وقالت والخوف بين في عينيها: وشكون انت مولاي الغول؟ ابتسم الوحش مرة أخرى وقال:
أنا كيف ما قلتي غول، ولكن ماشي بحال قسية القلب. سكنت الغابة من قديم وما عمرني ما آديت شي واحد من البشر. دورت غلالة عينيها وما شافت غير الليل والظلام، وقالت: واش هاد المكان ما تعرف ليلو من نهارو؟ جاوبها الغول: هذا بير قديم نشف الماء منه وما بقى يجي حد يسقي منه، شديتو وسكنتو. هنا خافت غلالة وقالت: سديتيه؟ إذن ما كاين اللي يسمع صراخي إلا كنت نيتك الإداية. جاوبها الغول: يا غلالة، قلت لك عمري ما أديت شي مخلوق، ولو كنت نويت الإداية لا أديت قاسية القلب هي الأولى. أنا بغيتك تعيشي معايا وتونسيني وبحديتك تسليني، وراه ظلام البير خير من ظلام قاسية القلب. إلا رجعتي ترجعك للحفرة تاني. بدات غلالة كتحس بالارتياح وقالت: موافقة يا مولاي الغول، لكن ما نوعدكش أني نعيش معك عمري كامل. فرح الغول، أخيرا ولا عنده نيس من بعد ما كان ما عنده لا صاحب ولا جليس. شافت غلالة البير ودورت عينيها على اليمين والشمال وشافت باب مسدود. سولات الغول على أمر الباب. الغول تبدل لونه وغلظ صوته وقال: إلا هداك الباب باب قبيح، لا هو ليل صريح ولا نهار فصيح. الداخل منه غدار إلى طمع في النهار، والطمع فيه مقتول وخا يهج بالعذار. غلالة كانت فاطمة وذكية، فهمت المقال وما بينتش للغول وكفت عن السؤال. ومرات ليام وليام وبدات غلالة كتولف الغول وظلام البير. وبالصراحة كان الغول طيب معاها، ما خلاها مخصوصة من حتى حاجة. الماكلة المخيرة تاكلها، والكسوة الغزالة كسوتها، والكلمة الطيبة تسمعها. ومع الوقت محات فكرة الهروب من البير من بالها، لكن أمر الباب دار ليها شوكة في عقلها، والفضول زار بالها اش كاين من ورا الباب، وعلاش وقت ما ذكراتو يتبدل عليها الغول. اليوم نكشف سره ونعرف أمره. حطت يديها على الساقطة وحلاتو، طلات لكن ما شافت والو. طريق مظلم وطويل. خدات الشمعة بيديها وشقت طريقها، ومن بعد مدة من المسير شافت في البعيد ضو كيشع يعمي البصر. فرحت غلالة بالضو، حيت كان في البير الظلام ليلها والشمع نهارها، والضو ما كانت تشوفو غير في حلامها. فرحت غلالة وغضبت حيت خاصها ترجع للبير قبل ما يرجع الغول ويكشف سرها. وبسرعة رجعت دخلت وسدت وطفات الشمعة ونعست. رجع الغول وحتى حاجة ما حس بيها، لكن هاد المرة جاب الغلالة هدية عجيبة. جلست غلالة بين يديه كيف العادة وسولاتو: اش جبتي لي اليوم؟ جاوبها الغول: هاد المرة جبت ليك اللي عمري ما جبتو، جبت ليك زيت الزيتون. إلا غليتيها وحطيتي فيها رجليك يخرجوا يلمعوا كيف الذهب. وجبت ليك الرماد الكحل، إلا كحلتي به عينيك يصبحوا يبرقوا كيف الجوهر. أما الصلصال الأحمر إلا حنيتي به يديك عمرهم ما يدبالوا. هنا غلالة ظنت أن الغول كشف سرها وأن هذا عقابها. الزيت المغلي والرماد الكحل والصلصال الأحمر، حيت من قبل نصحها ما تحل الباب، حيت الباب للبير حجاب. الليل والنهار هو الظلام والنور، والداخل منه غدار هي أنا اللي دخلت. يولي غدر يستاهل العقوبة. خليها الوحش. عارف غلالة أنك شاكة فيا، ولكن الصح قلتو وجربي وشوفي. خدات غلالة الهدية منه وقررت باش تجربها قدامه.
باش تمحي شكو ووهامو. لكن المفاجأة حصلت، شافت غلالة راسها في المراية، ما صدقتش اش شافت. صبحت وحدة من حور العين، العينين تيبرقوا واليدين والرجلين، وعرفت ان الغول صدقها وانه ما عرف والو على الباب اللي حلاتو. في اليوم الثاني قررت غلالة تحل الباب مرة أخرى وتعرف سر ردو في آخر الطريق. خرج الغول كيف العادة وغلالة تبعتو للباب، وشقت طريقها مرة أخرى وزربات في المشية حتى وصلت للنور. قربت اش لقاتو مخرج سري للبير، مخرج لروضة زوينة. غلالة ما صدقت اش شافت، الورد والفراخ جنة فوق الأرض. الفراخ تغني والواد كيجري وغلالة تجري تابعاه، وترش عليها من ماه وحلات ضفيره يتنفسو بعد ما هلكها ظلام البير. وفي البعيد شافت غلالة قصر كبير وبعض النساء جايين قاصدين المكان يغنيو ويشطحوا. خافت غلالة وتخبت بين العشب. بدات الشمس تغيب وحست غلالة باللي الغول قرب يرجع، ورجعت لبيرها قبل ما يتفتح سرها. ومن هداك النهار وقت ما خرج الغول كتبعو غلالة للروضة تجري وتلعب حتى العشية وترجع للبير قبل منه. واحد النهار خرج آمين للبلاد كيتنزه وحس بالعطش وقصد الواد، مد يديه للما اش لقى تما؟ شعرة من ضفيرة غلالة كيلعب بيها الما. خداها بين يديه وتسائل واش كاينه في البلاد اللي عندها هاد الشعرة؟ ما كاين نعاس اليوم، ندق باب الديور باب حتى نلقى لكلامي جواب. في الحين رجع للقصر وامر الخدم والحشم يقلبوا على مولات الشعرة، حتى حد ما كان عارف غلالة اللي كتجي للروضة كل يوم. وغلالة ما كانت عارفة باللي آمير البلاد عليها كيقلب ويدق البيبان. وصل الخبر للآمير أن بنت غريبة على البلاد كتجي كل يوم للروضة وتلعب وتشرب، وقبل ما تغيب الشمس تخوي الروضة، ما معروفة إنس ولا جن. قرر آمير البلاد يمشي للروضة ويتسناها. في الصباح التالي حس الغول بالمرض، ما خرجش من البير. هنا غلالة ما كانتش جاحدة، قررت تقابلو وتداويه. بقى الوحش في البير يومين، ويومين باتها الامير في الروضة يتسنى غلالة تظهر. وفي اليوم الثالث رجع للقصر. في البير تزاد الحال على الغول وما عرفت غلالة المردود غير الدعاء. وفي اليوم الرابع مات الغول، وحزنت غلالة وبكات حيت كان الغول بوها وامها وخوها. فات النهار وغلالة عليه باكية، لكن ريحتو بدات كتفوح حيت كشفتو الوحوش ماشي بحالنا ودمهم ماشي بحال دمنا. غطاتو غلالة وخرجت للروضة. ملي خرجت كانت عارفة ان البير ما ليه رجوع، وما كاين هنا لا اللي يحميها لا من البرد ولا الجوع. كانت خايفة كي الحمل اللي ضل الطريق على ميمتو. وهي جالسة شافت في البعيد عودة هربانة ومن وراها رجال تابعينها بحال الحياحة. خافت غلالة والعودة جاية قصادها وجدت خطاويها الهروب، لكن العودة خفت جريتها حتى وقفت قدامها وقربت. مسحات غلالة على وجهها حتى هدات. وصلوا الحياحة وما فهموش اش جرى. العودة اللي ما قدروش يروضوها ايام روضتها غلالة في دقيقة. قرب كبيرهم وخدا للجام وسول غلالة شكون هاد بنت الناس؟ خافت غلالة من الجواب، وخافت ليكونوا هاد الرجال قسام من مرتبوها، وقررت بفطنتها ودهاها تعطيهم جواب يمنعهم منها. وقالت: انا اللي خلى اليتام وسكن الظلام
وخلى العروش وسكن مع الوحوش. ودابا الوحش هالك والباب سالك، يا نكون بينكم ضيفة ولا ضيفة على دار الخليفة. كبيرهم ما فهم كلامها وقال هاد البنت أمرها عظيم وما يفهم كلامها غير الشيخ الحكيم. ومشاو جروا العودة ورجعوا للقصر. من اللي رجعوا للقصر حكى للأمير اش شاف من غلالة. هنا الأمير عرف باللي هي البنت مناس الضفيرة اللي عليها كيقلب. بالزربة خرج الخدم ديالو لجنب الواد فين شافوها. كانت غلالة مازال جالسة حيرة فين تمشي وفين تبدلت ليلتها. وقف الأمير قدامها وتسحر بزينها وشبابها، أما هي وقفت خايفة. الأمير باين أمير غير من لباسو وقالت ماشي أنا اللي هربت العودة، راه هاد السيد اللي معاك. ضحك الأمير وقال ماشي للعودة جيت، ولكن جيت نشوفك. وشاف الأمير ضفيرها وعرفها مولات الشعرة الطويلة. ايوا يا سيدي، قص الأمير قصتو على غلالة وغلالة قصت عليه قصتها، واندهش من اللي سمع منها وما جرى ليها، وتفتن بفطانتها ودكاها، وعرض عليها الزواج والعيش معاه في القصر. فرحت غلالة بالعرض وقبلات، وعرفت أن الصبر أخلوني المراد. في القصر كانت 3 ديال الخدامات حاقدات وبغاو يفوزوا بقلب الأمير بأي طريقة، بالسحر ولا بالشعوذة، حيت إلا فازوا ولاو أميرات وملكات من بعد. ملي دخلت الغلالة للقصر كانت كالبدر والنجوم دايرين به. الخدم والحشم أسيدي يتسناو نوبتهم غير باش يخدموها. الحرير هي تلبسو والجوهر تزين به. وهاد الشي شعل نار الحسد والغيرة في قلب الخدامات. وبقى 3 أيام على العرس. في الليلة الأولى تسللت وحدة منهم لبيت غلالة باش تشوف اش كدير باش تكون في هاد الجمال. ايوا شافتها كتغلي الزيت وتغمس فيها رجليها وتخرجهم كيلمعوا بحال الذهب. وقالت الخدامة في سرها ساهلة مهلة زوينة، نغلي زويتة ورجيلاتي يلمعوا ليا. وبسرعة سدت عليها بابها وغلات الزيت وغير حشات فيها رجليها، وحتى فضحات الدنيا بغواتها وحرقت رجليها. ومن ذاك اليوم ولات تزحف على يديها. أما الليلة الثانية تسللت الخدامة الثانية لبيت غلالة وشافتها كتكحل عينيها بالرماد الكحل. قالت الخدامة في سرها ساهلة مهلة، كاين العود والرماد موجود، ما نعس الليلة حتى نضربها بتكحيلة. ايوا وجدت الكحل وتسمرت قدام المراية، غير بدات تكحل فرحانة وحلت عينيها حتى لقات راسها ما كتشوف غير الكحل والظلام. ادى ليها الحسد البصر وعمى ليها البصيرة. وفي الليلة الثالثة الخدامة الثالثة ما كانش ظهرها حسن من خواتاتها، حتى هي تسللت لبيت غلالة وشافتها كتحني يديها بالصلصال الأحمر. فرحت وقالت ساهلة مهلة، النعس محنية ونفيق مهنية. مشات الخدامة لبيتها، خلطت الصلصال الأحمر بالماء وطلصت يديها ورجليها ونعسات ليلها تحلم بالصباح. في الصباح ملي فاقت لقات يديها ورجليها تحجرات وما بقات قادرة على الحركة. وعرفات الخدامات أن الحسد غادي للخسران مهما طال الزمان. وهكذا وأخيرا حلت الفرحة بوابها الغلالة، وانطلقت الفرحة في البلاد السعيدة. وداز العرس 3 أيام فرح فيها الصغير والكبير والغني والفقير. واللي زاد من فرحة غلالة أنها عرفت أن مرات بها قاسية القلب ماتت بمرض قبيح، وباللي الأمير قبل يجمع الشمل. وهكذا سالت حكاية غلالة، حيت غلالة ما بقاتش سميتها غلالة، سكنت قصر كبير وتسمات بالشمس الضحى. هايها سيادي لالا شمس الضحى
اللي كان في زمانها الخير والخمير، لا ظالم ولا مظلوم، ولا غالب ولا مغلوب. ومشات حكايتي من واد لواد ومن بلاد لبلاد، يحكوها الجدود للصبيان والحفاد. من بعد سيادي مسالينا حكاية غلالة، غندوزو لحكاية هينة. هينة والغول. كان حتى كان الله في كل مكان، وكان الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان. كانوا الناس يعيشوا في امان ويحطبوا الحطب لدوير الزمان. هادو 7 بنات رسلوهم عائلاتهم يحطبوا الحطب، وكانت بينهم وحدة زينة كان اسمها هينة. وكيف ما هو معروف خاصهم يرجعوا لمنازلهم قبل مغيب الشمس، خوفان من مجيء الغول. وبين ما البنات تيجمعوا الحطب، كل وحدة فيهم لقات شي حاجة. وحدة لقات دبليج، ووحدة لقات خاتم، وحدة لقات مشط، ووحدة لقات عقد، إلا هينة لقات مشهاب أو محماش اللي هو القطيبة سيادي. جمعوا البنات الحطب في الرزيمات، وكل وحدة حملت الرزمة ديالها على كتافها، وشدوا الطريق راجعين لمنازلهم. لكن هينة كانت في كل خطوة كتمشيها كتحليها رزمة الحطب، ويرجعوا البنات باش يعاونوها في حزمتها ويكملوا الطريق. وكانت الحزمة تفتح من جديد ويعاونوها من تاني حتى قرب مغيب الشمس. وهنا البنات خافوا على ريوسهم وكملوا طريقهم بلا ما يلتفتوا لهينة، وهي مازال مشغولة مع الرزمة. جات ريح قوية كان وراها اللي ما كتمناش، كان الغول يا سيادي. عاونها في عقد الرزمة وحط المشهد في العقدة، وقال ليها نهار تجي الشتا والريح والنفانف ونقول ليك هينة مدي المشهاب مديه ليا. رجعت هينة مرعوبة وباكية للدار، سولتها امها مالك، وحكت ليها اللي وقع مع الغول. ولكن امها طمنتها وقالت ليها ما عندك مناش تخافي. مرت ليام وليام، وفي يوم كانت فيه ريح قوية والنفانف والشتا كانت خط من السما. جا الغول كيف وعد هينة وقال ليها هينة مدي المشهاب. كيف سمعاتو هينة ترهبات وترعبات وقالت لامها ناري يا امي الغول جا اشنو ندير. قالت ليها امها قولي ليه تمدو ليك امي. جاوبات هينة الغول تمدو ليك امي. قال ليها يعطيك الغمة لا انتي ولا هي. هينة مدي المشهاب. جاوباتو تمدو ليك اختي. قال ليها يعطيك الخوة لا انتي ولا هي. هينة مدي المشهاب. جاوباتو تمدو ليك خالتي. قال ليها يعطيك الخلا لا انتي ولا هي. هينة مدي المشهاب. جاوباتو تمدو ليك عمتي. قال ليها يعطيك العمى لا انتي ولا هي. هينة مدي المشهاب. وهنا ام هينة فكرت وقالت ليها ابنتي ركبي على ظهر الخادم وتغطاي ومدي ليه المشهاب، والغول ما يقدرش يخطف الخادم. وهادشي اللي كان. ركبت هينة على ظهر الخادم وعطاتو المشهاب، لكن الغول كان مطور وما دارتهاش بهينة. خدا المشهاب وغرسو في عين الخادم وخطف هينة. والخادم مسكينة ما بيديها حيلة، رجعت لعندهم تبكي وتصرخ وتقول لالا مشات عيني عمات، لالا مشات عيني عمات، لالا مشات عيني عمات. هينة
كانت مخطوبة لولد عمها اللي مشى للحركة. منين رجع ما لقاهاش، وسول عليها امها وامو فين مشات، وجاوبات امها انها ماتت، وطلب منهم ينعتوه قبرها. ونعتو قبر مجهول ما معروفين ناسو، بنى عليه الحبيب خيمتو، تما ماكلتو وتما شرابو ونعاسو. مرت الايام والليالي، وفي الليله الثالثه جاتو مرا كبيره في السن، ما عرفها واش انس او جن، خاطباتو بالكلام المفهوم. والمقيل علاش مقيل تما؟ راك مقيل على خزنه، اما هينا خداها الغول. دخل الشك في ولد عمها وما بقى جاه نعاس، والتفكير في كلام الشرفه هرس ليه الراس، وقرر يرجع لدارهم. كيف شافتو الميمه جاي على حصانو بدات تزغرد وتقول سعدي بوليدي رجع ليا. دخل للدار وطلب منها تطيب ليه احب وكله عنده واللي هي بركوكش، وتقدمها ليه في زلافه وهو مازال طيب سخون. ومن فرح تمو برجوعو ما رفضت ليه طلب، وقامت بالواجب وجابت ليه بركوكش سخون يفور. ولكن عوض انه ياكل شد يد ميمتو وحطها وسط الزلافه الطيبه، وقال ليها دابا قولي لي فين هاينه. جاوبات امو اطلق مني يا ولدي، راني تحرقت ونقول لك فين مشات هاينه الله يرضي عليك. وحكات ليه قصه الغول واللي وقع. سرج الحبيب حصانو وجمع عتادو وخدا معاه في رحله البحث عن مخطوبته. قفة من الملح وقفة من السكاكن وقفة من المخايط وحتى قفة من الليبر، وشد الطريق. وصل على الكدية الكحلة وقال والكدية مالكي تكحالي وتزيدي في الكحولية. جاوباتو بالسيفة وليدي ما نكحال ونزيد في الكحولية وهينا دازت عليا. وصل للكدية الزرقاء وقال الكدية الزرقاء مالك تزراقي وتزيدي في الزروقية. جاوباتو بالسيف ما نزرق ونزيد في الزروقية وهينا دازت عليا. وصل على الكدية الصفرا وقال الكدية مالكي تصفاري وتزيدي في الصفورية. جاوباتو بالسيف ما نصفر ونزيد في الصفورية وهينا دازت عليا. استمر ولد عمها على هاد الحال حتى وصل للكدية البيضة وقال الكدية مالكي تبياضي وتزيدي في البيوضية. جاوباتو بالسيف ما نبياض ونزيد في البيوضية وهينا ساكنة فيا. نزل ولد العم من على حصانو فاش سمع كلام الكدية البيضة، عنده امل انه يلقى هينا في هاد المكان. بقى يسول اللي لقى من الناس على فين ساكنه هينا، وكلهم تيقولوا ليه هينا اللي تزوجت الغول، ومستغربين لانه حتى واحد ما يقدر يقرب المكان فين ساكن الغول. نعتوه المكان وصل لدار الغول، ولكن منين يدوز باش يشوف هينا وكيفاش يعمل باش يتكلم معاها. فجأة جا عنده واحد الفروج خرج من دار الغول وهو يعيط له سولو اشنو كتعمل هينا. جاوبو الفروج هينا غسلات الصوف وتتنشرو باش ينشف. قال ليه ولد العم سير كلمها ليا لف الصوف على رجليك وخرج تجري عندي وهي غادي تتبعك. وهذا الشيء اللي كان، وما شدها الفروج حتى شدها عند ولد عمها عاد وقف. وكيف شافتو هينا قالت ليه انا يا ولد عمي وشنو جابك وكيف ندير ليك؟ الغور يرجع من الصيد يشم ريحتك واذا لقاك ياكلك اليوم لا انت ولا انا يا ولد عمي. فكرت هينا فين تخبي ولد عمها ونزلاتو للمطموره، دقت القرنفل والريحان والورد ورشات به الدار باش تخبي ريحه ولد عمها على الغول.
وفاش جا هاد الغول شم في الدار شي حاجة ماشي هي هاديك، وقال ليها ريحة الناس في بلادنا يا عبادنا. جاوبته هينة ما كاين والو غير انا. قال ليها ريحة الناس في بلادنا يا عبادنا. جاوبته هينة غير ريحة الورد والقرنفل والريحة اللي دقيت. ومنين وصل وقت النعاس شد الغول شعر هينة ولفو على رجليه باش ما تقدرش تنوض او تهرب. ولكن هينة هاد المرة اتكلمت مع النملة الرقيقة وقالت ليها انها تنتف ليها شعرها من رجلين الغول فاش ينعس. وهكذا بدات النملة تسليها زغبة بزغبة حتى فكاتها. طلعت ولد عمها من المطمورة ورشت الدار مرة أخرى بالخلطة اللي دقات وهربوا. لكن هينة ما دارتش بحسب المهراز اللي دقات فيه. كيف خرجوا من الدار بدات يتهز حتى للسما ويتخبط مع الأرض ويقول طن فراس الغول أفطن. هينة مشات يا الغول ويتهز تاني ويتخبط ويعاود طن فراس الغول أفطن. هينة مشات يا الغول. فاق الغول من نعاسو وبدا يشمشم وتبع طريق هينة. تلفتات هينة بانت ليها عجاجة كبيرة تبعاهم. وفاش قربت العجاجة لقاتو الغول جاي يجري وراهم وهي تصرخ ناري يا ولد عمي الغول تبعنا وقرب لينا اليوم لا انت ولا انا. رمى ولد عمها قفة ليبر تغرسو في رجلين الغول وبقى ينقي فيهم حتى بعدوا عليه. ومنين كملت التنقية تبعهم تاني. وفاش يقرب ليهم هينا تقول ناري يا ولد عمي الغول تبعنا وقرب لينا اليوم لا انت ولا انا. رمى ولد عمها قفة المخايط. الغول بقى ينقي حتى بعدوا عليه. ومنين كمل تبعهم تاني. رمى ولد عمها قفة السكاكن وفلحوا للغول رجليه مزيان وبقى ينقي حتى بعدوا عليه. ومنين كمل تبعهم تاني. ورمى ولد عمها قفة الملح. وفاش الغول مشى فوق منها حرقاتو في جروح رجليه وما بقاش قادر يزيد. نادى الغول هينة وقال هينة نتصرف لك زيف. جاوبته هينة ما نديروش. قال ليها الغول نتصرف لك دبليج. جاوبته ما نهزوش. قال ليها نتصرف لك مجدول. جاوبته ما نتحزمش به. قال ليها نتصرف لك شربيل. جاوبته ما نلبسوش. قال ليها نتصرف لك طير. جاوبته ما نقربش ليه. قال ليها هينة طيور إلا لقيتيهم مضاربين في السماء ما تفكيهمش. كملت هينة طريقها هي وولد عمها وكل مرة تلقى حاجة وما كتهزاش حتى جاو واحد الطيور فوق راسهم وبقاو مضاربين. بغا ولد عمها يفكهم وما خلاتوش هينة ولكن في الأخير فكهم وهو يسرطو واحد الطير. وبقات هينة تبكي على ولد عمها. من بعيد بان ليها واحد السارح مع القطع د الغنم وواحد الكلبة حاشاكم. شدات هينة الكلبة ذبحاتها وسلخات جلدها ولبساتو. وهكذا هينة من بنت زوينة تصرفات وصبحت كلبة وقادت الحصان في اتجاه السارح. وكيف شاف الحصان تعجب. رجعت هينة مع السارح للدار وهي قايدة حصان وبداو يقولوا يا حليلي كليبتنا جابت لينا حصان. في كل ليلة كان يجي الطير والطيرسياتي اللي هو الغول سيف بهيئة طير. وهينة من بعد ما لبسات جلد الكلبة أعزكم الله رجعت كلبة. وكان في كل ليلة كيجي الطير ويوقف فوق الدار ويقول هينة واش عشاك الليلة. تجاوبوا هينة عشايا النخالة ورقادي بين الخوالف. يقول الطير قرح قلبي قرح ويطير ويزيد
في كل ليلة نفس الشي. إلا واحد النهار سمع جار السارح شنو وقع وعس عليها وسمع وشاف بعينيه كل شي. الليلة التالية السارح قال لمراتو عشي هاد الكلبة بالفتات اللي هو تريد ورقديها بين بناتك. في الليل جا الطير وقال واهينا واش عشاك الليلة؟ جاوباتو عشايا الفتات ورقادي بين البنات. جاوبها الطير افرح قلبي فرح وطار وزاد. فكر السارح اشنو يدير فاش شاف وسمع للمرة الثانية. افتاو عليه الناس باش يعرض على الطيور كاملين ويزردهم ويوكلهم مزيان. والطير الثقيل اللي ما غاديش يقدر يطير هو اللي صارت شي حد. وكان كلام الناس صحيح، فاش كلاو الطيور كلهم طاروا الا واحد الطير. قالت ليه هاينه حط ولد عمي. قال ليها الطير نحطو لك عور. قالت ليه حط لي ولد عمي. قال ليها نحطو لك زحاف. قالت ليه هاينه حط لي ولد عمي كيف صرتيه. وحطوه وكان ولد عم هاينه تهلا فيه السارح وعاملوه كما لو كان ولده. وفي يوم ماشي بعيد قال السارح بغيت نتزوج بالكلبة ديالك. قال ليه السارح اشنو كتقول ولدي؟ هذه عمرها ما كانت وعمرها ما تكون. لكن ولد عم هينا كان مصير وبدا اصرار ديالو، قرر باش يتزوجها. وناس القبيله يتعجبوا ويضحكوا كيفاش يقدر شاب يتزوج بكلبه اللي هي حيوان. العائله ما فرطاتش وعملت ليه عرس كيف جميع الناس. وفاش هينا وولد عمها كانوا وحدهم قال ليها لوحي الجلد. ولاحت هينا الجلد. في الصباح مول الدار قال للخادم باش تمشي تشوف سيدها كيف صبح واش الكلبه كلاتو ولا لا. مشات الخادم وتفاجأت باللي شافت ورجعت كتجري لعندهم وتقول والله على مرات سيدي شحال زوينه، الابيض بيض الثلج والشعر طويل الليل والخال فوق الخد باين. وهكذا رجعت هينا كيف كانت بنت زينه. وكان الزواج وكلمات ولد عمها سبب في ابطال السحر. وهذه نهاية حكاية هينا والغول. ومشات خبرتي من واد لواد وبقيت انا مع الناس الجواد. كان يا ما كان في قديم الزمان كان الخير في كل مكان. كان الشيخ يقطع الويدان والريشة تقهر الميزان والعمى يتخطى الويدان والعرسة تغدي القبيلة والجيران. كان حتى كان في بلاد بعيدة خيرها كتر من شرها ونهارها طول من ليلها. كان قبل ما يصح الصبي بالجوع يعمر فمه والفقيه قبل ما ينوض من العراضة يعمر قبو وكمو. كان الخير والخمير في أرض السلطان باهي الطلعة. ومولاي السلطان كانت عنده بنت وحدانية زوينة كان اسمها لاله شامة. أمرها مطاع وكلمتها مسموعة حيت لاله شامة كانت مدللة ولكن كانت طيبة. يديها تعطي ولسانها ما تسمع منها غير الكلمة الحلوة. كبرت لاله شامة ووصلات لسن الزواج. وقال مولاي السلطان باهي الطلعة في طول البلاد وعرضها باللي ما يكون عريس بنته غير شي فارس من الفرسان أو وزير من العيان. وكان الإعلان كافي باش يتصفوا العباد قدام القصر بالليل والنهار. وطبعا كان فيهم الكذاب والطماع والحمق والخداع. ولكن مولاي السلطان كيف يدير حتى يميز بين الصالح والطالح؟ حار السلطان في أمره وشاور لاله شامة. قالت ليه لاله شامة هذا عريس يا مولاي السلطان خليني أنا نختار الشرط.
ايوا سيدي، في واحد الدوار بعيد على المدينة وصل الخبار، والناس داروا بحال الا ما سمعوش، حيت لا فارس فيهم ولا وزير، الكل معدوم فقير، اللي حرتو في النهار يحسدوه في الليل. لكن واحد الشاب من شبان الدوار كانوا يسميوه امير، حيت كان امير باخلاقه وشهامته. سمع الخبار وبات الليل كله هو سهران، علاش ما نكونش انا هو العريس؟ في الصباح سيادي قرر يقصد المدينة خاطب راغب، وعياو صحابو ما يمنعوه، حيت كيبان ليهم كيقلب على قطع الراس، لا بو عنده ولا ساس، يتم ما يكسب غير دراعو وعقلو. قال ليهم عقلتو فاش ضلات لالا شامة الطريق، شكون اللي وراها الطريق للقصر؟ ماشي صاحبكم امير؟ وفاش هجموا الكلاب ناويين الغدر، شكون حماها؟ ماشي صاحبكم امير؟ شافوا فيه صحابو وقالوا ليه كاين السي امير، ولكن انت عارفه مولاي ان هاد الشي اجرى وانت دري صغير، محال لالا شامة عقل واخا انت ما نسيتي. اجمع رحالو ووقف الكلام وقال انا غادي خاطب، إلا قبلوني هذاك رجايا، وإلا رفضوني ننسى الحكاية. شق أمير طريقو وسط الغابة، ما حبسه شمس ولا ضبابة، وفي الطريق تلاقى بفارس من الفرسان ديال القصر، جالس بوحدو ويديه على خدو. قرب منو أمير وسولو، الفارس إما وسط الشجعان أو وسط الغابة هربان؟ شاف فيه الفارس وقال الفارس ما نفعو خيلو ولا شجاعة ولا شهامة قدام الشرط اللي جا من لالا شامة. ايوا غير سمع امير اسم لالا شامة وجلس يسمع لحكايته، وقال له حكي لي اسيد الفرسان حكايتك. جاوبو الفارس وباقي حط يديه على خدو، ايوا سيدي البارح مشيت للقصر خاطب كيف جميع الفرسان، لكن لالا شامة ما بقاتش طالبة لا فارس ولا وزير ولا واحد من العيان. حار امير في كلام الفارس وقال ياك هذا شرط الخاطب، واش صدقت ولا انا كاذب؟ جاوبوا الفارس كنتي صادق، اما دابا لالا شامة طلبت نجمة من السما، واللي قال قدرت وما قدرش جازاتو بقطع الراس. وقف امير وتعجب للشرط الجديد، وقال في نفسه الفروسية احنا ماليها، اما النجمة في السماء شكون اللي غيقد عليها؟ حار امير في امره بين الرجوع للدوار وبين يكمل طريقه للقصر. فكر مزيان وقرر يكمل المسير، حيث ما عنده ما يخسر. الفقر راه عايش فيه والموت راه اليوم تدق عليه. ايوا ملي وصل سيادي للقصر حبسوه الحراس القليل شانو، ايوا علاو صوتهم وعلا صوتو حتى وصل الصوت لالا شامة. طلت عليهم وقالت خليوه ويكون اخر ضيافي في هذا النهار. فرح امير وتعشمت تفكروا وتمحي شرط النجمة. ملي وصل لبيت لالا شامة تسمر في مكانو ملي شاف صنعة الله وشاف حسن لالا شامة وقال إلا خليتيها 1000 نجمة أنا قابل. تعجبت لالا شامة الكلام وقالت ظنيتي النجوم سهلة؟ من غير السما ما تلقاها لا عند تاجر ولا قافلة. جاوبها أمير إلا بالنجمة تفكر اللي رشدك في الصغر أنا قابل بهدية في الكبر. أخرج أمير من القصر وتسنى الليل يطيح، إيوا غير الظلام طاح طلع لأعلى جبل في المدينة وبانت ليه النجوم في قبضة يديه، وعيا ما ينقز هنا وهنا. أمير كان يسحابو الأمر ساهل، اطلع للجبل وجيب النجمة، أما دابا
ولا يشوف نجاتو ناعمة. اجلس حاير في أمره، اش هاد الزربة زربت على راسي، كون انا في داري مطيب نعاسي. ايوا شوية سمع صوت خطوات قريبة منه، تلفت ولقاه الشيخ كينهج بالعيا. قرب منه وجلس بقربو، قال ليه امير حتى انت مولاي الشيخ جاي تخطف النجمة؟ شاف فيه الشيخ وابتسم وقال ليه حتى الا خطفت النجمة واش لالا شامة تقبل عليا وانا شيخ كبير بيض اللحية. شاف الفوق السما وقال الامير شوف ولدي، خود هاد السلهام لوحو على كتفك وطير في السما وخطف ليك شي نجمة وسير بها للقصر وخطب سيدي نتا لالا شامة. امير شك في كلامو وفي قصة سلهامو وقال ليه واش نتا جاد في كلامك واللي قلتي على سلهامك؟ جاوبو الشيخ اسمع ولدي امير، انا ساحر هاد المدينة، كنعيش اخر ايامي وشفت تكون خاتمتي خير، حيت شري في الناس كان كتار من خيري، وانا عرفت الورطة اللي حطيتي راسك فيها، خود سلهامي وطير للنجمة. خدا امير السلهام وطار في الظلام، كان فرحان حيت شوية وتكون النجمة بين يديه. وفعلا ها هما النجوم، وبدا اسيادي كيتخير وتخير احسن وحده. ايوا غير شدها بيديه وهو يغبر السلهام، وبقى هو في الظلام تلعب به الريح بالشمال واليمين حتى جات ريح قويه رجعته للارض، وطاح على واحد الكومه ديال التبن. فرح برجوعو للارض، مسح راسو وسس القش على لباسو. ايوا لقى بلي الريح رماتو في مكان بعيد على المدينة وكتسناه طريق طويلة. اش يعمل امير العيا والليل؟ قرر يبات ليلتو حدا الكومة اللي نجاتو، وفي الصباح اول حاجة قام بيها تفقد نجمتو واللي عليها كل الحكاية. ملي لقاها سجد شاكر مولاه. ايوا في طريقو تلاقى سيدي واحد 3 ديال الخوت مخاصمين، وحيت امير شاهن في كلامو وفي فعالو مشى يشوف الحكايه اما يصلح او ينصح. قال له كبير الخوت حنا اسيدي 3 ديال الخوت مات بونا 3 ايام هادي وخلى لينا هاد الطاقيه والقسم هاد الورث ما عرفنا طريق. قال لهم امير طاقيه قديمه ما تستاهل خصومه ولا شتيمه، صدقوها خير ليكم. جاوبوا كبير الخوت الطاقيه القديمه اسيدي بسرها ما تعرف لا ليلها ولا نهارها، واللي حطها في راسو ما يبان ليه اثر. تعجب امير من الطاقيه وقال الى هذا سرها لابد ما تجرب. ايوا خدا امير الطاقيه وحطها فوق راسو وغاب ليه الاثر وقال واش كان بان لكم دابا؟ جاوبوه الخوت الا. ايوا قال لهم امير ايوا ديروا باللي الطاقيه عمرها ما كانت ورجعوا لصفاكم. عياو الخوت ما يقلبوا على امير، لكن الطاقيه محات ليه لاطر، ورجعوا الخوت لخاوتهم وبقاو كيسمن على العسل. كمل امير طريقو للمدينه داير طاقيه في راسو. ايوا في الطريق لقى 3 د الخوت مخاسمين عاوتاني، حيد الطاقيه من راسو وقصدهم للصلح او النصيحه. قال ليهم علاش الخصومه بين الخوت حشومه؟ جاوبوا كبيرهم حنا اسيدي 3 ديال الخوت يلا دفنا بونا خلانينا فورتو هاد الصباط وما عرفنا لقسمتو حيله حيت كلها بغاه لراسو. قال لهم امير الصباط باين لي باللي بلا وكله مقشر وما بقى فيه خير لا اللي باعو ولا اللي شراه. قال له كبير الخوت اسيدي
هاد الصباط حكيتو حكاية، حيت غير تلبسو يجري بيك فين بغيتي. جاوبو أمير: ايوا على هاد الحال عطيوني نجربو ونعطيكم الحل. قال ليه كبير الخوت: هاك جربو، ولكن الا هربتي هاد النبل كيتسناك. ايوا غير لبس امير الصباط في الرجل، تبعو الطاقية في الراس، وهكذا فاز امير بالطاقية والصباط وصالح الخوت. امير فرحان، النجمة في الجيب والطاقية في الراس والصباط في الرجل، غير تبان المدينة علامة ويشدها بجري لالا شامة. ايوا في طريقو لقى عاوتاني 3 ديال الخوت مخاصمين، شاف فيهم وقال: اش من صيدت من هذا؟ قرب منهم وسولهم: فاش الخصومة الخوت مات بوكم؟ واش خلى ليكم؟ واش من عجب فيه؟ جاوبو كبيرهم والدهشة في كلامه: اذا انت ما تكون غير شي حكيم بأمرنا. ايوا سمعنا وقصت بيناتنا، مات بونا وخلى عصاتو. ايوا بونا كان من الفرسان، كان نافعه عصاتو في حياته، اللي في يوم الحرب تخادلو الفرسان ودخل بيناتهم الخذلان، غرس العصا في الارض وباذن الله كيتقلب الخذلان النصر كبير، يفرح به الشيخ والصغير. ايوا كيف نديرو في هاد القسمه؟ جاوبهم امير: في هاد العصا علامه، وفي العلامه سر القسمه، نشوف العلامه ونرد عليكم. ايوا غير شد امير العصا في يديه وحط الطاقية في راسو وما بقى بان ليه اثار. الخوت ما كانوا عارفين سر الطاقية، ملي غاب امير قالوا هذه هي العلامة، ووصفات القلوب ووهدات النفوس. مرت ايام وايام وامير في طريقو للمدينة، عياه الجوع والعيا، وفي وسط الغابة بان ليه بيت قديم، الشجر داير بيه والفراخ تغني ليه. قرب ودق بابو وقال: ضيف الله الجواد، لكن حد ما جاوبو. ادفع الباب وتسنى الجواب. في ديك اللحظة خرجت ليه واحد الجنية بواحد الشكاكة وصحت في وجهه: كيف دخلتي لبيتي؟ غلطتي ولا نسيتي؟ اليوم لحمك عشا لوليداتي، وجلدك البنديري مواتي. خاف امير وبالزربه لبس الطاقيه وغبر للجنيه. الجنيه حسباتو جن بحالها وقالت: بان عليك لامان. ايوا زول امير الطاقيه وقال: عاونيني وما تكون ليك ايديا، وعاونيني نوصل لرجايا، بغيت مناد الصفر وماكلتي ومايا. قالت ليه الجنيه: ما عندي لك جهده وليدي، وليداتي يومين بالجوع وانا نخرج من بيتي ممنوع. الخير اللي ندير فيك وهو نعطيك الرخ، الكبير يطير بيك فين بغيتي. فرح امير بعوند الجنيه. ايوا شويه جات الرخ للغابه، لا حجباتو سحابه ولا ضبابه. طلع امير لظهرو طار بيه للقصر المدينه. في السما امير طاير كيشوف المدينه من السما، مكشوف سرها باين عيبها وزينها، لكن شاف المدينه في حاله ما هي حالتها، طرقان خاويه، غير الحيوط والريح، بحال الا زارها شي مرض قبيح، وخدا الرخ السقيم. امر امير الرخ يهبط في وسط القصر ويعرف اش واقع في المدينة. ايوا بالزربة دخل البيت لالا شامة، لا عسى على القصر، لا خيالة ولا لا حالة حالة. دخل البيت ولقى لالا شامة في السرير تبكي وعينيها سقاية. سولها امير والدهشة باقة في عينيه: اش وقع لالا شامة؟ فين اهل المدينة وسكر الخدم والقصر؟ جاوباتو لالا شامة: كلهم في ساحة الحرب، رجال ونساء، الكبير والصغير. العدو هاد المرة ناوي ياخد البلاد ويدمر اللي بنينا وبناو جدودنا. والخبر اللي جات اليوم قالت باللي جيشنا ما بقى عنده جهد، العدو كتير ما عنده حد. هز امير عصاتو
وقال لاله شامة فين ساحة الحرب، اليوم العدو يرجع خاسر. جاوباتو لاله شامة ورا الجبل العالية، وبسرعة ركب أمير طيرو وطار به لساحة الحرب. قبر ما تشيع خبر الخسران، ووصل الأمير للمكان، وكان فعلا الجيش على حافة الخسران. غرس أمير عصاتو في الأرض وكل شي تقلب على راس العدو. الجيش هربان والملك تلفان، إوا جيش مولاي باهي طلعا قتلو سبا، وغنمت تقلبات الخسارة لربح كبير ما كان في الحسبان. رجع الجيش للمدينة فرحان باللي كان، رجعوا يعاودوا قصة الحرب اللي ربحوا بسبب أمير وعصاتو. وبصراحة الناس نساو أمر النجمة وما بقى ليهم حديث غير عصات أمير. وفي اليوم التالي وقدام مولاي باهي طلعوا لاله شامة، دخل أمير خاطب راغب وخرج النجمة من جيبو. النجمة كانت لامعة ساطعة ونورها ملا المكان. وقبل مولاي باهي طلعة وقبلت حتى لاله شامة، وقال ليه مولاي باهي طلعة لو كان الخطبة بلا نجمة أنا قابل لكل ما درتي لهاد البلاد. قرب أمير لبين يديه وقال لو طلبت لاله شامة 1000 نجمة كنت طلعت للسما 1000 مرة. وهكذا كملت الفرحة وتزوج أمير بلاله شامة، وداز العرس 3 أيام وفرح فيها الصغير والكبير. أما في قضية الطاقية والعصا وحتى الصباط، خداهم أمير ومشى عند مولاي باهي طلعة وقال هاكا سيدي هاد العصا العجيبة، حيت الحرب انت مولاها، بالعصا تحفظ الهيبة وتخلي لبلادها غناها. وخلي لي مولاي الصباط والطاقية. واش عرفتوا علاش خلى الصباط والطاقية؟ حيت أمير كيف قلنا كان أمير الفعل والقوال، كان كل نهار يلبس صباطو ويدير الطاقية ويطير يزور صحابه في الدوار، يمشي في الحال ويرجع في الحال. ايوا أمير ولاله شامة عاشوا حياة سعيدة، لا من ينكد الصفا ولا من نكيد المكايد. ومشات سيادي حجيتي من واد لواد ومن بلاد لبلاد، يحكيها الجداد للصبية والحفاد. خليتكم على خير. ودابا سيادي غنمشي معكم الحكاية قصيرة ولكن فيها شلا معاني، حكاية اللي زرع شي يحصدو. كان يا ما كان حتى كان واحد الراجل عنده بنية يتيمة، وتزوج واحد المرأة باش تقابلها. وحتى ديك المرأة كانت عندها بنيتها، لكن المرأة ما كانتش كتبغي ربيبتها، ما كانتش مهلية فيها، تضربها وتجوعها وتخليها دير شغل الدار كاملة. واحد النهار عيات منها وقالت أرا ناخدها للغابة ونخليها، ونقول لباها راها هربات. اداتها للغابة وتما خلاتها. جلست البنت مسكينة تبكي، ما عرفات فين تصد. حتى جا الليل وهو يبان ليها واحد ضدو بعيد، مشات حتى لعندو لقاتو دار وسط الغابة. دقات الباب وقالت السلام عليكم. رد عليها واحد الشيباني وعليكم السلام. قالت ليه ضيف الله. قال لها مرحبا بضيف الله. قالت واش عشاك الليلة؟ قال لها خبيزة ديال القمح ودجيجة محمرة وخبيزة الشعير ودويزة خبيزة. قالت له انت راجل كبير وما عندك سنينات، تعشى بخبزة ديال القمح والدجيجة المحمرة، وانا نتعشى بخبيزة الشعير ودويز الخبيزة. تعشاو وغسلت الماعن وجا وقت النعاس، وهي تسولو اش فراشك الليلة؟ قال ليها الحافظ القطن ومخدة قطن وبطانية حرير، والحاف دوم ومخدة دوم وبطانية صوف. قالت ليه انت راجل كبير، فرش القطن وتوسد القطن وتغطى بالحرير، اما انا مازال صغيرة ننعس على الدوم ونتوسد الدوم ونتغطى بالصوف. كل واحد نعس في فراشو. ملي صبح الحال فاقت لقاتو وجد ليها عود اصيل وعليه شواري حرير عامر ذهب
ولبس حرير. ركبت ورجعت لدارهم، شافتها مرت باها وفرحت، قالت غادي نصيفط بنتي باش تجيب بحالك. ايوا النهار الاخر خدات بنتها فين خدات ربيبتها وخلاتها وسط الغابه ورجعت لدارها. البنت ملي جا الليل تبعت الطريق لهداك الضو اللي نعتت ليها اختها، دقت وسلمت ودخلت، قالت ضيف الله. قال لها الشيباني مرحبا بضيف الله. قالت واش عشاك الليله؟ قال ليها خبيزه القمح ودجيجه محمره وخبيزه الشعير ودويز خبيزه. قالت له انت راجل كبير وما بقى فيك مزيه تعشى بخبيزه الشعير ودواز خبيزه، وانا مازال صغيره خصني ناكل مزيان نتعشى دجاجه محمره وخبز القمح. قال لها مرحبا. تعشاو ووصل وقت النعاس، سولاتو اش فراشك الليله؟ قال ليها لحافة قطن ومخدة القطن وبطانية حرير، ولحافة دوم ومخدة دوم وبطانية صوف. قالت ليه انت راجل كبير وما بقى فيك مزية، فرش الدوم وتوسد الدوم وتغطى بالصوف، وانا مازال صغيرة ننعس على القطن ونتوسد القطن ونتغطى بالحرير. الصباح وجد ليها واحد الحمار عزكم الله مجراب وشواري الدوم عمرهم ليها بالعقارب والحناش وحتى الفاعي، وقال ليها دابا سيري لداركم. امها شافتها فرحات، حطت يديها على الشواري عضها عقرب وماتت في البلاصه، وحتى بنتها تبعاتها وعاشت البنت هي وباها في سعاده. ايوا سيادي خليتكم على خير. ايوا سيادي حكاياتي هنا سالاو، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في حكايات جداد، خليتكم على خير.